الفوز رقم 14 على التوالي. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه. كالعاده هنبدا حلقتنا بالصلاه والسلام على اشرف الخلق واحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي الله. النهارده الاهلي قدر انه يحقق فوز على فيوتشر على مودرن سبورت بنتيجه 2-1. بس قبل ما اكلمك عن المباراه وعن النادي الاهلي عامه، خليني اكلمك شويه عن نادي الزمالك اللي عنده شويه معلومات عايز اقولها لك. عندك حاجتين مهمين او حاجتين ايجابيين لنادي الزمالك، وهو انتظام شيكابالا وسامسون ايكينولا بعد عودته من بلده في التدريب الجماعي، وشيكابالا في تطور مستمر وملحوظ واصبح بجاهزيه انه يقدر انه يشارك عدد دقائق قليله. يعني شيكابالا رجع من الاصابه والحمد لله. الف حمد لله على السلامه يا نجم، عشان فعليا الزمالك في امس الحاجه ليك. الزمالك يتعثر من جديد في الدوري. انا عايز اقول لك على حاجه، الزمالك تقريبا عنده 6 هزايم و7 تعادلات في الدوري، فالرقم ده كبير قوي على نادي الزمالك. رقم يمكن نص مباريات نادي الزمالك اهدر نقط فيها. الزمالك في امس الحاجه لاعاده الهيكله والتنظيم. الزمالك في امس الحاجه لقائد وكابتن الفريق هو شيكابالا، وان شاء الله شيكا يكون دوره مؤثر مع نادي الزمالك. احمد سليمان كلنا عارفين ان هو بيمر بوعكه صحيه مش سهله ومش بسيطه. الف سلامه عليك، ان شاء الله تقوم بالسلامه. بس الخبر اللي كويس جدا ان احمد سليمان ان شاء الله خلال اسبوع او اسبوعين باذن الله، طبعا بمشيئه الرحمن، هيرجع تاني ويقدر انه يخوض حياته بشكل طبيعي بعد ما طبعا كان في تدخل جراحي، وان شاء الله يقدر يقوم بالف سلامه باذن الله. باذن الله يقدر يقوم ويعيش حياته بشكل طبيعي. الف سلامه عليك يا نجم. في 2 لعيبه في نادي الزمالك، انس وائل ده مواليد 2005 وزياد احمد ده مواليد 2007. مالهم دول؟ هقول لك. الاثنين دول جاي لهم عرض اوروبي، واحد من المانيا والتاني من اسبانيا. الاثنين دول اضافه لنادي الزمالك، فكره ان هو يحترف يطلع يتعلم كوره في اوروبا، واحد في المانيا واحد في اسبانيا، اضافه لنادي الزمالك. طب اللعيبه دي احتمال ترجع الزمالك تاني، احتمال ترجع الزمالك تاني. طب اللعيبه دي احتمال ما يرجعوش الزمالك تاني وما يرجعوش مصر تاني. طبعا احتمال ما يرجعوش مصر تاني، واحتمال يقضوا حياتهم في اوروبا، وهيعود ده عليك بالنفع مع المنتخب الوطني. يعني الكوره ماشيه من تحت بشكل كويس. بدأنا ان احنا نودي الناشئين بتوعنا، او ان احنا يعني نعمل ترويج للناشئين بتوعنا للفرقه الاوروبيه العاليه. قدرنا. عايز اقول لك على حاجه، ان النادي الاسباني هو نادي سيلتا فيجو، يعني فعليا نادي مش قليل في اسبانيا، نادي ليه سمعته. سيلتا فيجو مين في الدنيا ما يعرفش سيلتا فيجو مثلا؟ يعني نادي معروف، نادي الناس كلها عارفاه. يعني يمكن مش بتاثير انديه كبرى في اسبانيا، ولكن الكوره في اوروبا مختلفه، الكوره في اوروبا غير. طب اللعيبه دي ماشيه بعقود، اللعيبه دي ماشيه على سبيل فتره معايشه في اوروبا. طبعا كل واحد هيعمل فتره معايشه على حسب النادي اللي هو رايح له، وباذن الله اللعيبه دي تقدر انها تقدم اداءات عاليه جدا علشان تقدر تفيد انديتها في اوروبا، وتقدر ان احنا نستفيد منهم في المنتخب الوطني. الاهلي ومودرن سبورت. مودرن سبورت جا فينا جول. يعني انا مش عارف، انا عايز اقول ان الكرة ممكن تكون يعني الشناوي اتغفل وصعبه مش عارف. انا من جوايا بقى كاهلاوي مش جاي معايا شناوي، الكرة دي سهله، الكرة دي بسيطه، الكرة دي تطلع شناوي. انا واحد من الناس بقيت بقعد دلوقتي، بقيت خايف ان الكرة تروح عند الشناوي، لان انا متاكد ان كل ماتش الشناوي من ساعه ما رجع من الاصابه وهو لازم يدخل فيه جول. طب يا شناوي، في حاجه معاك؟ في حاجه مضايقاك؟ في حاجه نفسيه؟ في ايه مشكلتك؟ ايه مشكله نجم النادي الاهلي وقائد النادي الاهلي في تقديم المستويات الضعيفه دي؟
رغم ان انت اصلا كحارس بقى كشناوي، سيبك بقى من القائد وكابتن والكلام ده فكك منه، انت كحارس انت عظمه، انت حته تقيله في البلد دي. ما ينفعش مستواك يبقى كده. انا مش هينفع اطلع اطبل لك الشناوي واقول ان الكره دي صعبه عليك، ومش هينفع برضو ان انا اجي عليك جامد، بس ما ينفعش. لازم لو انا في حاجه لازم انتقدها او في حاجه المفروض انتقدها فانا هطلع انتقدها. بس فرق بين واحد بينتقد وبيهين وواحد تاني بينتقد للمصلحه العامه. شناوي فوق، شناوي لو عندك اي ضغوطات احنا جنبك، احنا جمهور النادي الاهلي معاك، هنشيلك، هنعرف انت عندك ايه وهنشجع وهنخليك زي الفل. بس مفيش حاجه، مفيش حاجه. انت مريت قبل كده في فتره كانت صعبه عليك نفسيا كاي انسان، وقفنا جنبك وكنت بتقدم مستوى عالي جدا في الفتره دي برضه. شناوي لو انت مستواك ضعف وقل هيأثر على النادي الاهلي ككل، مش على حراسة المرمى بس، لان انت القائد، انت الكابتن. انا مفيش حاجة تانية اكتر من كده اقولها. تألق لاعبي النادي الاهلي النهارده، كهربا، كهربا. انا جاي لك لسه في حوار كهربا ده، انا في كده الروشتة كاتبها هنا عن كولر، هقولهم لك بالارقام بس اتقل معايا نخلص حوار الماتش. النهارده احنا شفنا في المباراه النادي الاهلي يمكن في الاول في الشوط الاول كان في نديه قويه جدا بين مودرن سبورت والنادي الاهلي، وكره هنا وكره هنا، واتفرجنا على شويه كور حلوه. ولكن في حاجه انا عايز انتقدها قد كده، ايه هي؟ النادي الاهلي لعب حوالي 9 ركنيات، 9 ركنيات دول جا منهم جون واحد. 9 ركنيات دول كانت الكرة وحيدة خطر على الجون، يمكن كورتين. الكرة اللي عبد المنعم جابها جون واتحسبت اوفسايد صحيح 100%، والكرة اللي جت منها الجون بتاع بيرسي تاو. طبعا مين اللي عمل الاسيست رضا سليم. طبعا رضا سليم اول مرة يلمس الكرة من ساعة ما نزل هيعمل اوفر لبيرسي تاو، بيرسي تاو هيحطها جون من اول لمسة. فعليا ورقتين دفع بيهم من مستر كولر قدروا ان هم يجيبوا لك 3 نقط غاليين للنادي الاهلي، لان انت فعليا في امس الحاجه لكل نقطه في الفتره اللي جايه. انت دلوقتي قدامك 9 ماتشات، فرق بينك وبين بيراميدز 8 نقط. بعد ما انت كسبت النهارده بقوا 5 نقط. بيراميدز عندها قد ايه؟ بيراميدز فاضل لها 6 ماتشات، اذا انت فرق بينك وبين بيراميدز 4 ماتشات. هل ال4 ماتشات دول حلوين؟ هيبقوا حلوين لو انت كسبت بيراميدز يوم الاثنين. حلو كده، هتبقى على الاقل يا باشا تلعب الماتشات اللي جايه انت ضامن مرتاح شويه، ضيعت ماتش مفيش مشكله. لازم ان انت تقدر تسيطر على الكوره شويه، لازم ان انت تكون بتلعب بشكل مميز وبشكل مرتب اكتر من كده يا مستر كولر. تعالى نروح شويه للدوشه اللي هنا دي. بس قبل ما نروح للدوشه اللي هنا دي انا عايز اقول لك حاجتين. اول حاجه هي اصابه عمرو السولية باشا بمزق في عضله السمانه، وقد يغيب عن النادي الاهلي لاخر الموسم. عمرو السولية يمكن من اللعيبه اللي حظهم وحش جدا الفتره دي، يطلع من حفره لتحضيره، يطلع من اصابه يخش في الثانيه، يطلع من هنا يخش هنا. فعليا كل ما يبدا انه يرجع تاني لريتم المباريات ويبدا انه يشتغل من اول وجديد تجيله اصابه تقعده شويه حلوين. تاني حاجه عايز اقولها لك، هو رسميا السوبر الافريقي هيتلعب في السعوديه يوم 27 سبتمبر ان شاء الله. بنسبة كبيرة هو هيتلعب في الأرينا، ملعب الهلال أرينا بارك. حلو كده، بنسبة كبيرة. تعالى بقى نروح للقلق ده. القلق ده اللي قدامي ده ايه هو؟ القلق ده ان مستر كولر قعد مع إدارة النادي الأهلي في اجتماع. مستر كولر حط 10 نقط. رقم 1، الموافقة على إعارة حمزة علاء لاكتساب الخبرات وإنه يلعب
عدد مباريات اكتر، لانه هو مستقبل حراسة المرمى في النادي الاهلي رسميا. ودي تاني حاجة، رحيل اليو ديانج لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة. وقلت لك قبل كده ان تكلفة الاعارة دي هتكون 600 الف دولار. تالت حاجة وخلاص بنسبة كبيرة، بنسبة 80% أكيدة، كريستو رايح الصفاقسي على سبيل الإعارة مجانا. طيب ليه مجانا؟ هقول لك ليه مجانا، لأن دي رغبة اللاعب نفسه، إن هو بدل ما كان هيروح الرجاء، لا أنا عايز أروح الصفاقسي علشان أكون قريب لأهلي وأكون قريب من عيلتي، وأنا هناك هعرف أعمل معايشة بشكل كويس، وهقدر ألعب مع الصفاقسي، وأقدر إن أنا أستفيد كرويا وذهنيا وبدنيا وفنيا هناك. رابع حاجة هو أهمية والإلزام بشراء الزنفلي. هتقول لي ليه؟ هقول لك تعالى لي دلوقتي. أنا عندي حمزة علاء، لما همشي حمزة علاء وإعارة الزنفلي تخلص، هيبقى أنا عندي الشناوي وأوفا شوبير ومخلوف. طب ومخلوف لسه يعني مش اللي هو يعني مش اللي هعتمد عليه، او مش هقدر ان انا ادخله في ماتشات قويه زي اللي احنا بسم الله ما شاء الله داخلين على مدعكه. سيبك من الدوري ده السيزون ده هيخلص، انت عندك 9 بطولات بسم الله الرحمن الرحيم كده، منهم كاس الانتر كونتيننتال وكاس العالم وليله يا معلم ليله. فمش هقدر اعتمد على مخلوف. فانا دلوقتي همشي حمزه علاء، فلازم اشتري الزنفلي. طب الزنفلي ايه رده او ايه قراره؟ الراجل وكيل اعماله مشكورا، والزنفلي لاعب محترم جدا، ابدى احترامه للنادي الاهلي الخالص. الراجل وكيل اعماله قال لك الزنفلي كان حلم حياته انه يلعب للنادي الاهلي، وما عندناش اي مشاكل ان احنا نمضي للنادي الاهلي بعقد شراء خالص مخلص، باي سعر باي رقم باي حاجه، انا ما عنديش مشكله ان شاء الله لو هيلعب من غير فلوس اصلا. فالراجل شكرا على دماغنا يا عم الحاج، شكرا ان انت معانا في النادي الاهلي وعندك الروح العاليه دي. طيب خامس حاجه استمرار. بص هما اتنين استمرار اعاره مغربي لسموحه ورأفت خليل لزد. طيب كولر قال لك عليهم دول سيبهم شويه بيلعبوا والرجاله رجلها في الملعب، فسيبهم شويه ايه عظمهم ينشف، ولما عظمهم ينشف ممكن نجيبهم في نص الموسم اللي جاي. حلو كده. طيب 5، مفيش اعتراض من كولر على اعاره كريم الدبيس. طب ثواني بقى يا عم الحاج، انت دلوقتي عندنا مستر علي معلول مصاب، كريم الدبيس لما هيمشي هتلعب بمين؟ جا كولر قال لك بس يا باشا دي بتاعتي. انا عن نفسي مقتنع جدا بعمر كمال وكريم فؤاد في المركز ده، فعادي انا معايا 2 لعيبه يمشوني لحد ما علي معلول ايه يرجع لنا من الاصابه. راي المدير الفني يحترم، هو شايف ده، هو اضرب ده، رغم ان انا واحد من الناس كفكري الكروي او انا نظرتي يعني شايف ان كريم فؤاد ما بقاش حلو في المكان ده، شايف ان كريم فؤاد بقى في مركز الجناح اشرس واقوى 180 درجه. ده رايي. سابع حاجه ايه هي؟ قال لك بصوا بقى، انا هتقولي 2 مهاجمين. قالوا له يا عم انت عندك اسمه ايه ده اسامه ابو علي، وعندك كهربا، وكده كده موديست ماشي خلاص فاهم. فقال له انت عايز 2 هي زيطه؟ قال لهم ما انا بقى بصوا بقى، انا عايز واحد محلي وواحد ايه دولي. قالوا له يعني طب مين هم؟ قال له المحلي هنشوف، هنروح كده السعوديه لنادي الخليج، هنشوف محمد شريف اللي عنده عروض اوروبيه بالكيلو، عبي عروض اوروبيه للشريف. حلو كده. قال لك احنا هنروح له هنشوف اللاعب عنده الامكانيه او هو عنده الاراده انه يرجع النادي الاهلي، هاتهولي. طيب ما عندوش الاراده، قال لك لا هنشوف الحوار ده بعدين، بس انا عايز محمد شريف. حلو كده. طب مين اللاعب الثاني؟ اللاعب الثاني هو جونسون اوكيتا، ده مهاجم الدولي
اللي فعليا كولر ذكر اسمه محتاجه. انا بجيب لك يعني الاسامي التفاصيل، اصبر عليا شويه هعرف لك كل حاجه وهاجي اقول لك الاخبار بالتفاصيل. انت عارف ان انا ولا بحب اجيب لك خبر من هنا ولا خبر من هنا، انا بجيب لك الصح اللي على الدغري ان انت هتسمعه مني، مش هتبقى انت عايز تسمع حاجه تاني من حد. حلو. كهربا لا يمانع مستر كولر في بيع كهربا نهائيا، وانا النهارده من بعد الماتش بتاع النهارده كهربا انت كده كده شكرا باي باي كهربا خلاص. هتقول لي يا عم انت قاسي قوي، هو على الراجل عشان ضيع كوره والشبكه فاضيه تقول لي يمشي من الاهلي؟ لا. ليه؟ تعال اقول لك على حاجه. موديست لما كان بيلعب وحش وبيضيع، الراجل على الاقل كان بيعرف يباصي صح. الراجل على الاقل كان بيعرف يباصي صح. لما الكرة كانت بتضيع منه ما كانش بيعمل التيشيرت كده ويتنرفز ويتعصب ها ما انت ها دي بتطلعك بره الماتش اوريدي. لو انت اساسا نجم هتضيع نفسك وهتطلع نفسك بره الماتش. انت كهربا حريف في الحوار ده. فانا من وجهة نظري كهربا مع السلامة، انت روح. متولي ده كمان مستر كولر قال لك انا خلاص مش محتاج متولي ومش عايز متولي في اي حاجه، شوفوا له عرض ومشوه في اخر الموسم. متولي طبعا يعني متولي ليه عندنا حته برضه، يعني متولي ليه عندنا حته برضه. الراجل ده عمل معانا حاجات حلوه كتير. بس متولي في الفتره الاخيره حتى الاصابات ومش عارف ايه لما كان بيرجع ما كانش هو متولي. وطبعا كثره الاصابات اللي عنده دي، فانت بالتالي بالنسبه لي بقى انا كمدير فني مثلا، انت واحد قاعد عندي متسجل عندي اخد مكان، فانا معلش انا امشيك واجيب واحد غيرك انا استفيد منه في الملعب. ما انت معلش المدير الفني ده بيفكر بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي دلوقتي. انت عندي لعيب تاريخك حافل بالكؤوس والميداليات والمزامير والطبل البلدي. حلو. بس انا حاليا انت قاعد على الدك مش هستفيد منك في حاجه، اخد مني مكان على الفاضي. فانا معلش يا باشا بعد اذنك انا عايز حد غيرك. ده تفكير اي مدرب نفسه يبقى حاجه او عايز يحقق انجازات متتاليه. في بقى حاجه كده تمسك شديد بعمر الساعي ومصطفى العش. طب ايه العلاقه؟ قال لك عمر الساعي هتجيبه، ولو ما جبتليش عمر الساعي هات لي بقى ايه؟ العش، عشان انا من الاخر محتاج مدافعين يا باشا. عمر الساعي يمكن من اهم واميز المدافعين الموجودين حاليا قدامه على الساحه. هو مش شايف غيرهم، هو مش شايف انا عايز ده. انت فاهم حاجه؟ اللي هو جاب له سيره عمر الساعي قال له جاي مهبد على الترابيزه كده قال لهم ده بتاعي انا عايزه جيبوه. اخر حاجه هقولها لك نقفل بيها الحلقه، هو رفض النادي الاهلي لعرض بيرسي تاو اللي جاي له من السعوديه. طيب اترفض ليه؟ اترفض علشان انا ده الاهلي بقى، انا عايز في بيرسي تاو ده قد كده، فانت قلت لي قد كده مش جايه معايا. فالنادي الاهلي شاف ان الناس دي حاطه سعر في بيرسي تاو قليل على بيرسي تاو، فالنادي الاهلي واجه الصفقه دي او التفاوض ده بالرفض. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه.